السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وسريعة. هنعمل سجق كده بالبصل وهيطلع معاكي تحفة، أحلى من اللي بنشتريه من بره بكتير جدا، وأوفر كمان وأنضف. كمان هنعمل سلطة طحينة. يلا نسمي الله ونشوف أول حاجة هنعملها ايه. أول حاجة هنقطع كمية بصل كويسة، وبعد كده هنجيب صينية نحط فيها الزيت ونحمر البصل. الخطوة دي مهمة جدا عشان هتعرفوا دلوقتي ليه هي مهمة جدا. بصوا كمية البصل حسب ما تحبي، يعني احنا معانا كيلو الا ربع مثلا سجق، قطعنا له 3 بصلات 4. لو معانا نص كيلو هنقلل كمية البصل شوية. هنجيب طاسة تانية فيها حبة زيت ونحمر السجق. ليه احنا عملنا كل حاجة منفردة عن التانية؟ عشان البصل لو حطيناه على السجق فما بيستويش كويس، فانا قررت ان انا احمر البصل لوحده والسجق لوحده، ولازم ان احنا نحمر السجق كويس جدا. برضو حطينا حبة زيت وهنحمر السجق من وقت للتاني كده، هنقلبه عشان يحمر من كل الاتجاهات. بصي لو حابة تقطعيه مفيش مشكلة، بس لو تقطع ممكن احتمالية يعني انه يفك. وهنا هنحمر البصل. بصي احنا عايزينه يدبل مش عايزينه يحمر قوي. احنا كده في نفس الوقت بنعمل البصل وبنعمل السجق. هنجيب بقى معلقة من التوم ونحطها على السجق يدوبك بس تصفر بس. بسم الله. عايزه اقول لكم عامه السجق بيبقى فيه توابل وتوم وكل حاجه، فمش بيبقى محتاج توابل كتير. اهم حاجه نبقى على نار عاليه عشان ما يلزقش معانا. وهنا خلاص احمر وبقى تمام التمام. السجق والثوم كمان لونه ذهبي زي ما انتم شايفين. هنبتدي ننزل بالبصل عليه. بسم الله. عامة هي خطوة البصل دي اختياري، لو حابين تستغنوا عنها وتتابعوا كل الخطوات من غير بصل مفيش مشكلة، بس هو البصل يعني بيديله كده طعم مميز. هنا بصوا انا بكحت الطاسة من تحت عشان لو في توم لازق يفك معانا. معانا بقى توابل عبارة عن ملح، فلفل، كمون، كزبرة، سنة صغيرة من الجنزبيل، وسنة صغيرة من السكر، وسنة بابريكا. هنقلب بقى كل ده مع بعضه. اظهر لكم الريحة تحفة. معانا بقى فلفل اخضر او فلفل الوان، اي حاجة متوفرة عندك، وهنشوحها تشويحة مع السجق. ومعانا كمان طماطم متقطعة مكعبات. وهننزل كمان بالطماطم. بس بقى هنهدي عليه النار شوية عشان الخضار بتاعنا ده يدبل، وبكده يكون خلص، لان البصل مستوي والسجق مستوي. احنا عايزين الطماطم بس تدبل شوية. بصوا انا بشوف كده اللي لازق في الصينية هيفك معانا اول ما الطماطم بتاعتنا تنزل المية. وخلاص كده بقى تمام التمام، وكده خلصنا السجق بتاعنا وعملنا سلطة طحينة. وتقدري ان انتي تقدمي جنبه مخلل او سلطة، اي حاجة متوفرة عندك. بصوا بقى الجمال والحلاوة. لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو بقى ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وصفتنا سهلة وسريعة ومخدتش يعني 3-4 دقايق كنا عملنا الجمال والحلاوة دي. بس انا بوريكم الطاسة من تحت كل اللي كان لازق فيها فك وبقى تمام التمام. هلا اقول لكم مع السلامة واستنونا في فيديوهات جديدة.